والناس لسه بتقول لك انتوا عايزين انترنت مفتوح ببلاش. لا يا صاحبي، احنا مش عايزين انترنت ببلاش، عايزين نت يليق بالبشر في 2025. عايزين نت سعره يكون مناسب مع المواطن المصري اللي بيكح تراب عشان يجيب 5 او 6000 جنيه في الشهر، وفي الاخر تدفعوا اكتر من 8% من مرتبه عشان خدمه اساسيه المفروض ما نتكلمش او نطالب بيها اصلا. شركة واحدة بس ماسكة الإنترنت في بلد فيها 120 مليون بني آدم. طب هو إيه اللي هيجبرهم يطوروا الخدمة؟ إيه اللي هيخليهم يحترموا المستخدم طول ما إحنا ساكتين؟ طول ما فيش غير شركة واحدة بتمتلك البنية التحتية، وطول ما الشركات التانية بتستأجر من الخطوط والبنية والكوابل، وطول ما المنافس بيدفع للخصم بتاعه عشان يشتغل، يبقى أنت مستني تطور، مستني سرعة، مستني إنترنت محترم. مش هتشوف منهم غير استغلال أكتر وجشع أكتر. وللأسف يا صديقي إحنا مشاركين في المهزلة ديت، سايبينهم بندفع ونسكت. كل ما الباقة تخلص ندفع ونجدد، كل ما السعر يعلى نقول معلش الدنيا غلت، كل ما السرعة تقل نقول اصل في صيانه واصلاحات في الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي؟ واهلا بيك في فيديو جديد. خليني اسالك سؤال سريع جدا في البداية، هل الانترنت في مصر بجد خدمة محترمة ولا مص دم وفلوس الشعب؟ السؤال ده يمكن انت سمعته كتير قبل كده، بس اللي هنقوله النهارده مش مجرد رأي وخلاص، دي حقائق بالارقام بالتفاصيل بحكايات حصلت لناس كتير جدا مننا. ركز معايا في الفيديو ده علشان هنكشف سوا شوية حاجات مهمة جدا. ليه الانترنت في مصر غالي؟ وليه السرعات ميتة حرفيا مقارنة بالدول اللي حوالينا؟ وازاي الشركات كل شويه يتلاعبوا بجيوبنا ويغلوا الاسعار بدون ما نحس باي فرق في الخدمه؟ في فيديو النهارده هنتكلم عن كل حاجه، من الاسعار للسرعات، من البنيه التحتيه للاحتكار، من الكذب اللي بيقولوا عليه للفضايح اللي اتكشفت بعد حرق سنترال رمسيس. الفيديو ده بقى يا صديقي ولا تقدر تقول عليه الفضيحه الرسميه لمصرية الاتصالات والجهاز القومي. انا مالي، انا كده قابض وكده قابض، مرضيه. المهم خليك معايا الاخر لان كل لحظه في الفيديو ده مهمه، وما تنساش تكتب تعليق تشجع بغيرك وتنشر الفيديو ده لاقصى درجه. ومعلش لو لقيت الصوت فيه مشاكل بس معاه شويه برد. قبل ما ابدا احب اشكر من قلبي كل الناس اللي شاركت ودعمت وكتبت تويتات. احنا طلعنا بهاشتاج الغاء النت المحدود في مصر، وفي خلال اليومين اللي طلعنا فيهم بالهاشتاج كنا متصدرين الترند. الهاشتاج وصل لكل مكان تقريبا وخلينا ناس كتير جدا تتكلم عننا، صحف كتير جدا اتكلمت، يوتيوبرز اكتر بداوا يفتحوا الموضوع، وحتى الناس اللي كانت سايبه الموضوع بدات تركز وتحس انه في امل رجع من تاني. اللي حصل ده يا صديقي ما كانش صدفة، اللي حصل كان مجهود شهور. ده حصل عشان انت شاركت وكتبت وعرفتهم انك مش ساكت. احنا دلوقتي على اول الطريق، وكل ما زاد عددنا كل ما الضغط هيزيد، وكل ما فرصتنا في التغيير تبقى اقرب. وكمان لو ما تعرفش يا صديقي، احنا مش ماشيين بس على الهاشتاج وخلاص، لا احنا بنطلع بطلعات جانبية منظمة جنب الهاشتاج. وخليني بقى اوجه شكر كبير جدا لكل الناس الجادعة اللي خدت الخطوة وعملت الشكاوي، سواء في الجهاز القومي او في رئاسة مجلس الوزراء. ناس كتير جدا خدت الموضوع بجد، وانا بصراحه مش هعرف اوفيهم حقهم. المهم يا صديقي احنا تقريبا كل يوم بنتفق على حاجه بنعملها لغايه لما عددنا يكبر ونوصل لاهم خطوه وهي المقاطعه. المهم خليك متابع المنتدى بتاع القناه والجروبات بتاعتنا. خليني بقى ابدا معاك بحاجه مهمه جدا، احنا بندفع في الانترنت كام واقصى سرعه بتوصلك كام؟ وزي ما قلت لك يا صديقي احنا مش هنتكلم غير بالارقام. معظم الناس في مصر بتدفع من 250 جنيه ل 1000 جنيه في الشهر، وانا بقول لك المتوسط، في ناس بتدفع اكتر من كده بكتير. والمقابل بقى سرعات 30 ميجا ومش بتوصل كامله كمان. السرعه الحقيقيه عند اغلب الناس مش بتعدي ال 10 او ال 20 ميجا. خد في بالك ميجا بت وليس ميجا بايت. انت بتتكلم جد؟ واغلب الشعب بيشتكي ان الباقه بتخلص في اقل من 10 ايام. عارف ايه اكتر حاجة في الدنيا انا بكرهها؟ طبعا يا باشا، لما النت ياخد من الرصيد مش من الباقة بتوجع قوي. تعالوا نعمل مقارنة بسيطة كده ونشوف احنا فين في العالم. في انجلترا شركة اسمها هايبر اوبتيك بتقدم لك باقة انترنت بسرعة 150 ميجا في الثانية، وفعليا الباقة انليميتد يعني مفتوحة، مفيش ولا استخدام عادل ولا كوتة جيجات ولا الكلام ده. طيب والسعر يا عم محمود؟ السعر 22 جنيه استرليني يا صديقي. اوبا محمود وقع اهو، يعني الباقة سعرها حوالي 1500 جنيه مصري، يعني النت عندها رخيص اهو. يا عم اهدى بس عليا هوضح لك الدنيا. المهم يا صديقي ان انا فتحت العقد بتاعهم اللي هو حوالي 25 صفحة، ولقيت ان الكلام ده حقيقي فعلا، الباقة غير محدودة، مفيش اي حدود للاستهلاك ولا سرعات بتقل بعد حد معين من الاستخدام. تعالوا بنقارن الباقه ديت باعلى باقه عندنا في مصر هنا. اقرب حاجه عندك في مصر هنا هي باقه ال 200 ميجا من المصرية للاتصالات. سيبك بقى من انه السرعه عمرها ما بتوصل للرقم ده اصلا، او بتوصل في اوقات معينه، وسيبك برضو من انه الباقه دي محدوده مش مفتوحه. نعتبر ان الباقتين زي بعض بالظبط. تعالوا نحسبها كده، ال 22 جنيه استرليني دلوقتي عاملين حوالي 1450 جنيه مصري بحسب سعر الصرف اللي هو جنيه استرليني بيساوي 66 جنيه مصري. نيجي بقى للباقه الثانيه اللي هي في مصر اللي هي الباقه المحدوده ديت واللي سرعتها بتوصلش للرقم اللي بقول لك عليه، سعرها حوالي 1750 جنيه مصري. طب ده كده احنا بندفع نفس الفلوس يا عم محمود، ما تدققش قوي، ما جاتش على 300 جنيه يعني. هقول لك لا طبعا يا صديقي انت فاهم غلط، لانه في حاجه اسمها معامل القوى الشرائيه بشكل مبسط اكتر. الجنيه اللي في انجلترا بيجيب حاجات اكتر بكتير من اللي بيجيبها الجنيه في مصر، فالمقارنه مش عادله نهائي. طب يعني ايه برضه يا محمود؟ يعني ما ينفعش تقارن الاسعار بين بلدين بمجرد فرق العمله، لازم تحسبها حسب مستوى الدخل وتكلفه المعيشه. العامل في مصر بياخد اقل بكتير من العامل في انجلترا،
تكلفة الخدمات هناك أعلى من هنا، ومع كده الخدمة اللي البريطاني بياخدها ب22 جنيه بتكافئ تقريبا 400 أو 500 جنيه بالقيمة العادلة. يعني باختصار المواطن البريطاني بيدفع 22 جنيه في خط 150 ميجا مفتوح فعليا. خلينا نقول إن إحنا بندفع نفس الرقم بالجنيه المصري مع إنه بندفع أغلى، ومع ذلك مش بناخد لا نفس السرعة ولا نفس الجودة ولا حتى حرية استخدام. غير كده بقى هناك الخط متناظر، يعني سرعة الأبلود هي سرعة الداونلود. يعني لو عندك الخط 150 ميجا تحميل عندك برضه 150 ميجا رفع. في مصر بقى يا صديقي في الدنيا لو عندك الخط 200 ميجا غالبا سرعة الرفع بتاعتك هتبقى 25 ميجا او اقل. يعني سعر الانترنت مش رخيص يا عم ولا حاجه، ده احنا يعتبر من اغلى الاسعار في العالم. مش عايز بقى اي لجنه ملوش اي 30 لازم يقول لك الانترنت في مصر رخيص. احنا بندفع كتير جدا مقابل خدمه اقل بكتير، والناس لسه بتقول لك انتوا عايزين انترنت مفتوح ببلاش. لا يا صاحبي احنا مش عايزين انترنت ببلاش، عايزين نت يليق بالبشر في 2025. عايزين نت سعره يكون مناسب مع المواطن المصري اللي بيكح تراب عشان يجيب 5 او 6000 جنيه في الشهر، وفي الاخر تدفعوا اكتر من 8% من مرتبه عشان خدمه اساسيه المفروض ما نتكلمش او نطالب بيها اصلا. الشركات دايما بتقول لك اسفين يا فندم البنيه التحتيه ضعيفه وما تستحملش. طيب يا فندم البنيه التحتيه دي مش شغلك؟ انت كمشغل الخدمه ليك ارباح بالمليارات من سنين وبتجدد الباقات باسعار فلكيه. ليه لحد دلوقتي ما غطتش معظم الجمهوريه بكابلات الفايبر؟ ليه لسه اغلبيه الجمهوريه لسه ما فيهاش غير ADSL، وكمان سرعته تحسها من التسعينات؟ والله في اماكن كتير جدا في البلد ما فيهاش اصلا خطوط ارضي. من الاخر يا صديقي كل اللي احنا فيه حاليا ده سبب كلمه واحده تدعى الاحتكار. وخليني اقول لك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. عندنا مصر الاتصالات هي اللي ماسكه البنيه التحتيه كلها، والشركات التانيه بتأجر منها. يعني مفيش منافسه حقيقيه، مفيش شركه تقدر تكسر السعر او تحط سعر تنافس بيه، كله ماشي تحت سقف المحتكر الكبير. شركه واحده بس ماسكه الانترنت في بلد فيها 120 مليون بني ادم. طب هو ايه اللي هيجبرهم يطوروا الخدمه؟ ايه اللي هيخليهم يحترموا المستخدم طول ما احنا ساكتين؟ طول ما فيش غير شركه واحده بتمتلك البنيه التحتيه، وطول ما الشركات التانيه بتستأجر من الخطوط والبنيه والكوابل، وطول ما المنافس بيدفع للخصم بتاعه عشان يشتغل، يبقى انت مستني تطور، مستني سرعه، مستني انترنت محترم، مش هتشوف منهم غير استغلال اكتر وجشع اكتر. وللاسف يا صديقي احنا مشاركين في المهزله ديت، سايبينهم بندفع ونسكت، كل ما الباقه تخلص ندفع ونجدد، كل ما السعر يعلى نقول معلش الدنيا غلت، كل ما السرعه تقل نقول اصل في صيانه واصلاحات في الخط. ده الحكايه كده. عشان انا بقول لك من دلوقتي يا صديقي احنا مش ساكتين، استعد للمقاطعه، عرف غيرك وفهم الناس بالحمله، لان اللحظه قربت جدا واللي جاي مش هزار. علشان كل شاب اتخلق يعمل قلق واللي هيتعور يتعور وتعورت الوش ما فيهاش معلش. انا فاكر يا صديقي يوم ما فودافون حاولت تنافس بجد وتنزل الاسعار شويه، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي المفروض بيحمي المستخدم قام مفرض عليهم غرامه. يعني حتى الجهه اللي المفروض نروح نشتكي ليها مش هتجيب لك حقك. بس احنا معانا سلاح اقوى بكتير، المقاطعه والوعي اللي بقى عند ناس كتير، وزي ما الرئيس قال اللي يغلى ما تشتريهوش. برضو الاسعار عايزين تسيطروا عليها. الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. وانا بقول لك اللي بيستغلك قطعه. انا بقول لك يا صديقي شهر او شهرين بالكتير جدا من المقاطعه مصر هيكون في انترنت غير محدود، وهتلاقي الشركات بتبوس رجلك عشان تجدد الباقه، وباذن الله هنكمل وهننجح وهنكسر الاحتكار ده زي ما كسرناه بحاجات كتير قبل كده. وانا بقول لك الحمله دي مش اي حمله فاتت، احنا مستمرين في الحمله ديت لو استمرينا سنين مش شهور. مش عايز حد يا صديقي يضحك عليك ويقول لك البنيه التحتيه مش هتستحمل انترنت غير محدود والكلام ده. انا من ساعه ما بدات الحمله ديت يوم 22/5/2025 بقول لك مصر ممكن يكون في انترنت غير محدود من الصبح، وكلامي ده اتحقق على ارض الواقع يوم ما حصل حريق سنترال رمسيس. البلد كلها اتقلبت مش بس بسبب الحريق، الناس اكتشفت ان الانترنت فجاه بقى غير محدود، سريع قوي ثابت مفيش تحديد ولا تقطيع. الخط اللي كان بيشغل 20 ميجا بالعافيه بقى يطلع 300 400 ميجا، وناس كتير وصلت عندها ل 1 جيجا و2 جيجا كمان. طب ازاي مش المفروض ان الحريق ده ياثر بالسلب؟ ازاي في عز الازمه الانترنت يشتغل بجوده عمرنا ما شفناها قبل كده؟ يعني حريق واحد بس خلى الانترنت يشتغل زي ما المفروض يشتغل من سنين. معنى كده احنا عندنا امكانيات بس مش بنستغلها، معنى كده احنا ما كناش بنستخدم السرعه الحقيقيه اصلا، احنا كنا عايشين في اكبر كذبه، واللي حصل ده كشفهم وكمان كشف اعتمادنا الكارثي على سنترال رمسيس. الفيز البنوك وقف ليه؟ عشان سنترال رمسيس. يا اخي ما عندكش بلان بي، ما عندكش خطه بديله. ده الفراعنه كانوا عاملين رمسيس الثاني، انت ما عندكش حتى سنترال في مكان جديد. مأساة. طيب تعالى بقى يا صديقي انا هشرح لك اللي حصل في سنترال رمسيس بشكل عملي وعلمي. اللي حصل الايام اللي فاتت لازم كل الناس تفهمه، لان دي مش اول مره ومش صدفه، ده اسمه تلاعب صريح. الحريق اللي حصل ده يا صديقي خلى ناس كتير جدا تفرح حرفيا، وبقوا يتمنوا انه الحريق ده يحصل كل يوم، بعيدا عن انه ده مصيبه اصلا ويا رب ما يتكرر تاني. بس ازاي الخط اللي مش راضي يعدي ال 20 ميجا بقى يجيب 400 500 ميجا؟ ازاي البنيه التحتيه الضعيفه استحملت ضغط عمره ما حصل قبل كده؟ الناس كانت بتحمل بال 500 جيجا وعادي جدا مفيش اي مشاكل. فوق كده كمان يا صاحبي الناس اللي
كان عندها الباقه خلصانه زي انا مثلا، فجاه لقيت النت تشتغل بدون اي مشكله وسرعات عمري ما شفتها في الخط بتاعي. حتى الناس اللي كانت الباقه مشحونه عندها الاستهلاك والعداد بتاع الجيجات مش بيعد اصلا، والناس بتحمل براحتها من غير اي استهلاك بيتحسب. اللي حصل غالبا يا صديقي ان السيرفرات اللي بتتحكم في السرعه والعداد اللي بيحسب استهلاكك وقعوا بسبب الحريق، فالنظام دخل في وضع مفتوح. يعني السرعه اللي كانت متحدده ب 30 او 50 ميجا اتفتحت على الاخر، الشبكه اشتغلت بكامل طاقتها من غير خنق ولا تحديد. تقدر تقول هم كانوا خانقين الشبكه يعني. ده اكبر دليل ان المشكله مش في الخط ولا في البنيه التحتيه، المشكله في التقييد والتحديد اللي بيتعامل علينا بالسيستم طول الوقت. لكن مش ده التلاعب الوحيد يا صديقي، في نوع تاني من التلاعب اخطر واهدى وبيحصل كل يوم وانت مش واخد بالك. بعد ما الباقه تخلص الطبيعي ان السرعه بتنزل والنت بيقف وما بيفتحش تاني، بس تعالى جرب كده تفتح موقع سبيد تيست وتصبر عليه شويه لغايه لما يفتح او يحمل، يعني هتلاقي السرعه فجاه طارت كأن الباقه شغاله بكامل طاقتها وكامل قوتها. بس تيجي تحمل بعدها او تفتح يوتيوب او تفتح اي موقع مفيش اي حاجه بتفتح اصلا والسرعه زباله. يعني ببساطه شديده جدا شركه وي عامله وايت ليستنج لسبيد تيست، اي حاجه بتسحب نت وبتسحب كتير حطها في البلاك ليست وسبيد تيست حطها في الوايت ليست. عارف لو باقتك خلصانه يا صديقي الموقع ده شغال بكامل السرعه، عشان اول ما تفتحه تشوف ارقام عاليه وتقول لنفسك الله الشبكه كويسه اهو، لكن دي مش سرعتك الحقيقيه، دي سرعه السنترال مش خطك انت. يعني باختصار شديد السرعه اللي بتظهر قدامك دي اقصى سرعه ممكن توصل لخطك، مش السرعه الفعليه اللي واصله لخطك. وايه يعني يا محمود؟ يعني الشركه تستفاد من ده كله؟ نتيجه ده كله يا صديقي الشركه هتاخد تقييمات عاليه من موقع اوكلا، والنتيجه بقى تظهر للعالم انها اسرع شبكه ارضيه في شمال افريقيا زي ما بيقولوا لينا، واسرع شبكه موبايل في مصر. بس التقييمات دي فعليا مبنيه على اختبارات سبيد تيست مش على تجربه المستخدم الحقيقيه، يعني من الاخر نصب وتلاعب. وللناس اللي عندها خلفيه فاكرين ايام زمان لما كنا بنستخدم في بي ان زي HTTP انجكتور ونضيف فيه دوم سبيد تيست عشان نسحب نت بعد انتهاء الباقه، وكان بيشتغل فعلا لانه سبيد تيست كان مفتوح اصلا. دلوقتي الشركه قفلت الطريقه ديت وسايباه بس عشان شكلها قدام اوكلا. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ طيب السؤال، هل اللي بيحصل ده قانوني؟ لا طبعا، اللي بيعملوه ده غير قانوني نهائي. اللي وي بتعمله ده يعتبر تضليل صريح وغش تجاري، لانهم بيظهروا ارقام مزيفه جدا وبيستخدموها في التسويق، وده هنستخدمه لما نيجي نرفع دعوه قضائيه عليهم، وده هيكون قريب جدا جدا ان شاء الله. احنا شغالين على الدعوه القضائيه حاليا اصلا، وعشان كده احنا محتاجين نبلغ شركه اوكلا نفسها ونقول لهم ان البيانات اللي عندهم دي مش حقيقيه اصلا، وان شركه وي بتستخدم موقعهم كاداه للتلميع مش اكتر. وساعتها لو شهادات التميز دي اتسحبت كل حاجه هتتغير. قبل ما ادخل يا صديقي على اكبر فضيحه واكبر مصيبه، عايز اسالك شويه اسئله كده يا ريت تجاوبني عليها بصراحه. هل انت مرتاح انك بتجدد الباقه 3 مرات في الشهر؟ هل انت مرتاح انك بتتسرق عينك والنت بيغلى كل فتره؟ هل شايف ان الطبيعي ان اي تحديث في الويندوز او تحديث الاندرويد بتاعك او تنزل لعبه يخلص لك الباقه؟ هل ده انترنت محترم يليق بمصر ولا شبكه تلاعب وسبوبه وتكويش؟ عايزك بقى تجيب كوبايه شاي وتعالى اسمع المصيبه والفضيحه الجايه دي. لا 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 لا، انت بتهزر. اللي حصل في سنترال رمسيس مش مجرد حريقه وخلاص زي ما كنت بقول لك، ده سنترال بيعدي منه حوالي 40% من حركه الانترنت والاتصالات المحليه والدوليه في مصر. والمصيبه ان السنترال اللي بتدير مصير اتصالات الشركه اللي المفروض تبقى نموذج في اداره الشبكه والبنيه التحتيه، بس الحقيقه يا صديقي بتقول غير كده خالص. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. في تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت حاجات مرعبه حرفيا عن الوضع جوه الشركه ديت بين 2022 و2025. اصول ب 18 مليار جنيه ما بين مهلكه ولسه شغاله وجديده مش مستخدمه، 14.1 مليار جنيه معدات وكوابل عمرها الانتاج انتهى ولسه بيستخدموها عادي كأن مفيش حاجه، 238 مسار نحاسي تالف في المنوفيه والقليوبيه ولسه محسوبين في دفاترهم، وحدات اساسيه في شبكه الانترنت بقيمه 58 مليون جنيه اتثبتت في سنترال رمسيس سنه 2023 ومش مسجله اصلا في الدفاتر، 4.1 مليار جنيه اصول مش مستخدمه من كوابل دوليه وموارد تكنولوجيه الشركه صرفت عليها ومش بتستغلها، مديونيه باكتر من 222 مليون جنيه لجهاز الخدمه الوطنيه، وتحالف ابدا من غير مساندات رسميه ولا تسويه. الشركه حطت فلوسها في استثمارات فاشله خسروا فيها اكتر من 34 مليون جنيه. خبير محاسبات ما رضيش يقول اسمه قال لك الاجهزه اللي اتثبتت في سنترال رمسيس مش في الدفاتر، يعني مش تحت الرقابه، وده معناه انها مش متامنه ومش معروف اذا كانت شغاله بشكل سليم ولا لا. يعني حرفيا احنا بنعتمد على شبكه مفككه مش مؤمنه فيها ملايين بتتصرف على الفاضي. البنك الدولي بنفسه حذر سنه 2019 من الاعتماد الكامل على مصادر الاتصالات كبنيه اساسيه وحيده في مصر. ده اللي حصل بالظبط يا صديقي في يناير 2011 لما الدوله قطعت الانترنت بالكامل. تقرير موقع واير ده مش عارف انا بنطق اسمه صح ولا لا، بس المهم انه قال ان قطع الانترنت تم من سنترال رمسيس بزرار واحد، زرار واحد بس فصل الانترنت عن مصر بحالها. يعني لو حصل خلل في السنترال ده البلد كلها ممكن تدخل في ظلام رقمي. خلاصه كلامي بقى يا صديقي، اللي ماسك الانترنت في مصر مش بس بيسرقنا، ده بيلعب بامننا واستقرارنا، ودي مصيبه
مصيبة، وكل ده بسبب الاحتكار وسوء الإدارة والمحاسبة الضعيفة. احنا مش بنجيب كلام من دماغنا، دي تقارير رسمية منشورة وموجودة مصادرها، هتلاقي كل المصادر في الوصف، اللي حابب يراجع بنفسه. ده اللي كان عندي النهارده يا صاحبي. الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده بس لو مسؤول واحد سامعه بعقله كفيل يلغي احتكار المصرية للاتصالات ويرجع لنا حقنا في انترنت غير محدود وحياة رقمية محترمة زي باقي دول العالم. بس ده مش هيحصل من غيرك انت يا صديقي. دورك دلوقتي انك تنشر الفيديو ده، تخليه يلف في مصر كلها، خليه يوصل لكل واحد ممكن يقدر يغير، لان صوتك هو اللي هيكمل الحملة، وانت اقوى مما تتخيل. في النهاية بقى حابب اوجه لك شوية اسئلة، ومش ليك بس، الاسئلة دي لاي مسؤول بيسمعني. ليه مفيش منافسة بين شركات الاتصال الاربعة؟ لان البنية التحتية تحت ايد واحدة. ليه كل اسعار الشركات زي بعض؟ لانه في احتكار مبوظ التنافس بين الشركات. ليه كل كروت الشحن زي بعض؟ ليه مفيش سوق تنافسي؟ لان الشركات مش شايفة المستخدم كانسان، شايفين انه كراسيت بيتحلب. ليه بنشتري ساعة اصلا؟ انترنت مش طماطم، انا مش بشتري جيجا، انا بدفع مقابل سرعة. ليه مفيش اهتمام بالطالب او الخريج او الموظف؟ لان السوق مبني على الربح السريع مش خدمة المواطن. وبس كده صديقي، والسلام.